ال16 هرتفع 5 سلسلة، 1 2 3 4 5، وفي بداية الدور هشتغل فراغ واحد بس. بدخل فوق العمود وبعمل عمود فوق الفراغ. هنا هشتغل مربع، 2 عمود على السلاسل، 1 2 وعمود على العمود. هشتغل 2 سلسلة، 1 2، وهعد 1 2، وعلى العمود التالت هدخل واعمل عمود. وهنا فوق المربع ده هشتغل مربع، ادي عمود 2 3، كده اشتغلت مربع. بعد المربع هشتغل 3 فراغ جنب بعض، 2 سلسلة، 1 2 وعمود فوق العمود. كده اول فراغ، 2 سلسلة، 1 2، وهعد 1 2، وعلى العمود التالت عمود، 1 2 سلسلة، 1 2، وعلى العمود الاخير هنا عمود. كده اشتغلت 3 فراغ جنب بعض. بعد ال3 فراغ هشتغل على الفراغ هنا مربع، 2 عمود على السلاسل وعمود على العمود، 11 سلسلة، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. وهروح هنا على اخر عمود في المربع ده هشتغل عمود، ومن مكاني هشتغل على الفراغ مربع. هدخل هنا 2 عمود على السلاسل، 1 2 وعمود على العمود. شايفين الشكل معايا؟ هيكون بالشكل ده، 3 فراغ جنب بعض. فوق المربع هنا فراغ، وهنا فراغ، وفوق الفراغ ده فراغ. هشتغلهم وارجع لكم. اشتغلت ال3 فراغ جنب بعض، هشتغل هنا مربع، وبعد المربع فراغ، 2 سلسلة وعمود، وبعد الفراغ هنا هشتغل مربع، 2 عمود على السلاسل وعمود على العمود بالشكل ده. اشتغل 5 فراغ جنب بعض، 2 سلسلة عمود، 2 سلسلة عمود، لغاية ما يتشكل عندي 5 فراغ جنب بعض. انا عملت كده 2، هخلص ال5 فراغ وارجع لكم. كده خلصت 5 فراغ جنب بعض. من هنا هبتدي التكرار بتاعي، هكرر من اول المربع هنا، هشتغل كل ده تاني في الجزء ده وارجع لكم. عملت التكرار بتاعي بنفس الطريقة اللي اشتغلت بيها في الجزء هنا. اخر حاجة هشتغلها معاكم 2 سلسلة، وهعد في السلاسل 1 2، السلسلة التالتة ادخل واعمل عمود عشان اشكل فراغ في نهاية الدور، زي ما بدأت بداية الدور هنا فراغ، انتهيت بفراغ. كده اكون خلصت الدور ال16. للدور ال17 هرتفع 5 سلسلة، 1 2 3 4 5، وهعمل في بداية الدور 6 فراغ جنب بعض. خلاص عرفنا احنا بنشتغل ازاي الفراغات والمربعات. فانا هشتغل 6 فراغ جنب بعض وارجع لكم.
خلصت الستة فراغ في بداية الدور. فوق الفراغ هنا هشتغل مربع، 2 عمود على السلاسل وعمود على العمود، ومن مكاني هنا هشتغل 5 سلسلة، 1 2 3 4 5، وهعد في ال11 سلسلة دول لغاية ما اوصل للسلسلة رقم 6. 1 2 3 4 5 6، هدخل فيها واعمل غرزة حشو. 5 سلسلة، 1 2 3 4 5، وهسيب المربع هنا وهروح على اخر عمود فيه اشتغل عمود، وهكمل على السلاسل عشان اشكل مربع. 2 عمود على السلاسل وعمود على العمود بالشكل ده. هنا في الجزء ده هشتغل 15 فراغ جنب بعض، 2 سلسلة، 1 2 وعمود على العمود. كده اول فراغ 2 سلسلة عمود، تاني فراغ 2 سلسلة عمود، تالت فراغ. هشتغل بنفس الطريقة لغاية ما يتشكل عندي 15 فراغ جنب بعض. اشتغلت ال15 فراغ جنب بعض. في الجزء ده هيكون هو التكرار بتاع الجزء ده، هتكرري من بداية المربع هنا، وبعدين 5 سلسلة غرزة حشو، 5 سلسلة مربع، 6 فراغ في نهاية الدور. هشتغل الجزء ده للنهاية هنا وارجع لكم. كده خلصت لنهاية الدور. اخر فراغ بنعمل 2 سلسلة وعمود في السلسلة التالتة. للدور ال18 برتفع 5 سلسلة، 1 2 3 4 5، وبلف الشغل وهعمل 5 فراغ في بداية الدور، عمود على العمود، 2 سلسلة عمود. كده تاني فراغ، 2 سلسلة عمود، 3 2 سلسلة عمود، 4 2 سلسلة وعمود. كده اخر فراغ معايا، 5 فراغ في بداية الدور. وفوق الفراغ هنا هشتغل مربع، 2 عمود على السلاسل، 1 2 وعمود على العمود. كده اشتغلت مربع. 5 سلسلة، 1 2 3 4 5، وهنا في غرزة الحشو هشتغل غرزة حشو قبليها وغرزة حشو بعديها علشان يتشكل عندي 3 غرزة حشو. يبقى هدخل هنا واشتغل غرزة حشو، في السلسلة اللي قبل غرزة الحشو. كده اول غرزة حشو معايا، وفوق غرزة الحشو غرزة حشو 2، والسلسلة اللي بعدها غرزة حشو 3 غرزة حشو. 5 سلسلة، 1 2 3 4 5، وهروح على اخر عمود في المربع هنا واشتغل عمود، وهكمل على السلاسل 2 عمود، 1 2 وعلى العمود عمود علشان اشكل مربع بالشكل ده. بعد كده هشكل 5 فراغ جنب بعض، 2 سلسلة، 1 2 وعمود على العمود. كده اول فراغ هعمل 4 فراغ جنب بعض علشان يتشكل عندي 5 فراغ. بعد ما تشكل عندي هنا 5 فراغ جنب بعض هشتغل مربع 1، 2 عمود على السلاسل، 1 2
وعمود على العمود. كده شكلت المربع. 2 سلسلة، 1 2 وعمود على العمود عشان اشكل فراغ، وعلى الفراغ هنا هشتغل مربع. 2 عمود على السلاسل، 1 2 وعمود على العمود بالشكل ده. ومن هنا هبتدي اكرر تاني اللي اشتغلته في الجزء ده. 5 فراغ جنب بعض، بعدين مربع، 5 سلسلة، 3 غرزة حشو ومربع، و5 فراغ في نهاية الدور. هخلص الجزء ده وارجع لكم تاني. خلصت التكرار ونهيت الدور ب5 فراغ، وزي كل مرة بننهي الدور بعمل 2 سلسلة وعمود في تالت سلسلة. هنا للدور ال19 هرتفع 5 سلسلة، 1 2 3 4 5، وهشتغل في بداية الدور 4 فراغ جنب بعض. 1 2 سلسلة، عمود، 2 2 سلسلة، عمود، كده 3 2 سلسلة، عمود، كده شكلت 4 فراغ جنب بعض. على الفراغ هنا هشتغل مربع. 2 عمود على السلاسل، 1 2 وعمود على العمود. هنا هشتغل 8 سلسلة، 1 2 3 4 5 6 7 8. وهيتشكل عندي في الدور ده 5 غرزة حشو جنب بعض. في الغرزة هنا هعمل قبل غرزة الحشو السلسلة اللي قبلها على طول، هدخل واعمل غرزة حشو فيها كده، اول غرزة حشو معايا، وعلى ال3 غرز حشو كل واحدة هشتغل عليها غرزة حشو، 1 2 3. وعلى اول سلسلة في ال5 سلسلة دول هدخل هنا واشتغل غرزة الحشو بالشكل ده. كده اتشكل عندي 5 غرزة حشو. 8 سلسلة، 1 2 3 4 5 6 7 8. وهروح لاخر عمود هنا اشتغل عمود، وعلى السلاسل 2 عمود، 1 2 وعلى العمود عمود علشان اشكل مربع بالشكل ده. بعد المربع هشتغل 5 فراغ جنب بعض، 2 سلسلة عمود، 2 سلسلة عمود لغاية ما يتشكل عندي 5 فراغ جنب بعض. كده شكلت ال5 فراغ جنب بعض. وعلى الفراغ هنا هدخل واشتغل مربع، 2 عمود على السلاسل، 1 2 وعمود على العمود. كده شكلت مربع. وهكرر هنا 5 فراغ جنب بعض. هخلصهم وارجع لكم. خلصت ال5 فراغ جنب بعض. في الجزء ده هبتدي اكرر تاني من بداية المربع هنا، وهعمل غرزة العنكبوت هنا 5 غرزة حشو بعد ال8 سلسلة، بعد كده 8 سلسلة مربع، وهنهي الدور زي ما بدأته ب4 فراغ جنب بعض. هخلص الجزء ده وارجع لكم تاني.
اشتغلت بنفس الطريقة اللي اشتغلت بيها الجزء ده، ونهاية الدور ب4 فراغ. كده اكون خلصت الدور ال19. للدور ال20 برتفع 5 سلسلة، وهعمل في بداية الدور 5 فراغ جنب بعض. 1 2 سلسلة، عمود فوق العمود، 2 3 4 5 بالشكل ده. وهكمل هنا بعد العمود ده، هكمل على السلاسل 1 2 3 علشان اشكل مربع. يبقى هاخد اول سلسلة وتاني سلسلة والتالتة، هعمل فوق كل واحدة عمود. بالشكل ده. 8 سلسلة، 1 2 3 4 5 6 7 8. وهعمل هنا، هسيب اول غرزة حشو مش هشتغل فوقيها حاجة، وهشتغل على الغرز ال3 اللي في النص بس، وهسيب اول غرزة واخر غرزة. يبقى هشتغل من تاني غرزة حشو، هعمل فوقيها غرزة حشو كده. ادي 1 2 3، وهسيب اول غرزة واخر غرزة. 8 سلسلة، 1 2 3 4 5 6 7 8. وهروح اعد بعد العمود هنا، هعد من قبله 1 2 3 سلسلة، هدخل واعمل فوق كل سلسلة عمود على ال3 سلاسل اللي قبل العمود. 1 2 3، وعلى العمود عمود كده شكلت مربع. زي هنا مربع هنا على السلاسل، ومربع هنا على السلاسل. بعد كده هشتغل 5 فراغ في الجزء ده، هشتغل 5 فراغ هخلصهم وارجع لكم. خلصت ال5 فراغ جنب بعض، هشتغل فوق الفراغ هنا مربع. 1 2، وعلى العمود هنا عمود، 2 سلسلة، 1 2، وعلى اخر عمود في المربع هنا عمود، ومربع فوق الفراغ، 2 عمود على السلاسل وعمود على العمود. بالشكل ده. وهنا التكرار بتاعي هيكون من بداية ال5 فراغ جنب بعض، مربع، 8 سلسلة، مربع، 5 فراغ في نهاية الدور. هخلصهم وارجع لكم. وصلت لنهاية الدور، ونهاية الدور ب5 فراغ جنب بعض. بكده اكون خلصت الدور ال20. الدور ال21 هشتغل 5 سلسلة في بداية الدور، وهشتغل 6 فراغ في البداية، عمود على العمود، 2 سلسلة، عمود على العمود،
وهكذا لغاية ما يتشكل عندي 6 فراغ. شكلت ال6 فراغ في بداية الدور. بعد العمود هنا هشتغل على ال3 سلاسل اللي فيه ال8 من ال8 سلاسل دول، هشتغل على ال3 سلاسل الأولانيين فوق كل واحدة عمود علشان أشكل مربع على السلاسل. 1 2 3. كده شكلت مربع على السلاسل بالشكل ده. 8 سلسلة، 1 2 3 4 5 6 7 8. وهيبقى هنا هسيب اول غرزة حشو واخر غرزة حشو، وهشتغل على الغرزة اللي في النص بس بالشكل ده. 8 سلسلة، 1 2 3 4 5 6 7 8. وهروح هنا على السلاسل، السلسلة هنا 1 2 3 والعمود هنا هشكل مربع بالثلاث سلاسل اللي قبل العمود. 1 2 3 واخر عمود هيبقى على العمود. شايفين الشكل معايا؟ بعد المربع هنا هشكل 15 فراغ جنب بعض في الجزء ده. هشتغل 15 فراغ هخلصهم وارجع لكم. زي ما انتوا شايفين خلصت ال15 فراغ جنب بعض. هبتدي اشتغل الجزء بتاع العنكبوت مربع فوق السلاسل هنا. بعد كده 8 سلسلة غرزة حشو، 8 سلسلة مربع فوق السلاسل، وهنهي الدور ب6 فراغ زي بداية الدور. هخلص الجزء ده وارجع لكم. للدور 22 برتفع 5 سلسلة وبلف الشغل، وهشتغل في بداية الدور فراغ واحد بس. وفوق الفراغ هنا هشتغل مربع 2 عمود على السلاسل، 1 2 وعمود على العمود. كده اشتغلت مربع. فراغ فوق الفراغ 2 سلسلة عمود ومربع فوق الفراغ، 2 عمود على السلاسل وعمود على العمود بالشكل ده. 3 فراغ جنب بعض، 2 سلسلة عمود فوق العمود، 2 سلسلة عمود، 2 سلسلة وفوق المربع هنا فراغ بالشكل ده. وهكمل بعد العمود هاخد 3 سلسلة اشتغل فوق كل واحدة عمود علشان اشكل مربع. كده 1 2 كده اشتغلت مربع. 2 سلسلة، 1 2 وهسيب كل ده واروح مباشرة على ال3 سلاسل اللي قبل العمود واشتغل فوق كل واحدة عمود علشان اشكل مربع. 1 2 3
3 وفوق العمود هنا عمود، كده شكلت مربع. 3 فراغ جنب بعض، 1 2 سلسلة، عمود، 2 سلسلة، عمود، كده شكلت 3 فراغ جنب بعض. بعد ال3 فراغ هشتغل مربع، فراغ، 2 سلسلة، عمود، مربع. خمسة فراغ، 2 سلسلة، عمود، هشكل 5 فراغ جنب بعض وارجع لكم. ومن هنا بعد ما اشتغلت ال5 فراغ جنب بعض هشتغل فوق الجزء ده، هكرر تاني من بداية المربع هنا، مربع فراغ مربع، 3 فراغ مربع فراغ مربع، 3 فراغ مربع فراغ مربع، لنهاية الدور هينتهي معايا بفراغ واحد. هخلصهم وارجع لكم. كده خلصت الدور ال22. للدور ال23 هرتفع 5 سلسلة، 1 2 3 4 5، وهشتغل 2 فراغ في بداية الدور، كده اول فراغ، 2 سلسلة وعمود، كده تاني فراغ. بعد ال2 فراغ هشكل 2 مربع جنب بعض، فوق الفراغ مربع وفوق المربع مربع. بعد ما خلصت ال2 مربع جنب بعض هشتغل فراغ واحد، 2 سلسلة وعمود فوق العمود، وهشتغل فوق ال2 فراغ دول 2 مربع زي دول. خلصت ال2 مربع جنب بعض هشتغل فوق المربع ده فراغ، 2 سلسلة، عمود على اخر عمود، وفوق ال2 سلسلة دول هشتغل 2 عمود، كده ادي 1 والسلسلة التانية هشتغل فوقيها عمود، كده 2. وعلى اول عمود من المربع هنا هشتغل عمود، يبقى كده اشتغلت مربع في النص. 2 سلسلة وعمود على العمود، كده شكلت فراغ. بعد كده هشتغل فوق ال2 فراغ دول 2 مربع، هخلصهم وارجع لكم. خلصت ال2 مربع هشتغل فراغ فوق الفراغ، 2 سلسلة، عمود. بعد كده هشتغل 2 مربع جنب بعض، فوق المربع هنا مربع وفوق الفراغ هنا مربع. بعد ما خلصت ال2 مربع جنب بعض هشتغل 7 فراغ جنب بعض، 2 سلسلة، عمود، لغاية ما اشكل 7 فراغ جنب بعض. هخلصهم وارجع لكم. بعد ما خلصت ال7 فراغ جنب بعض هبتدي اكرر تاني من بداية ال2 مربع جنب بعض من هنا، هخلص لنهاية الدور وارجع لكم.
زي ما انتوا شايفين انا خلصت الدور ال23 ونهاية الدور ب2 فراغ زي ما بدأت الدور ب2 فراغ. لما هبتدي اشتغل تاني واكرر هشتغل من بداية الدور الرابع هنا، هعد 1 2 3 وهشتغل من بداية الدور الرابع. شايفين هنا؟ يبقى هشتغل فراغ، بعد كده و3 مربع جنب بعض، فراغ 3 مربع جنب بعض وفراغ، وهكمل لنهاية الدور. يبقى لما اوصل للدور 23 ده هبتدي اكرر من بداية الدور الرابع هنا اللي اشتغلته معاكم، واطلع بالاسطر واكرر مرة تانية، هشتغل لغاية هنا وبعد كده هشتغل من بداية الدور الرابع، وهكذا اي تكرار انا حابة اكرره. بكده اكون خلصت شرح مفرش الفيليه ده. انتظروا الجزء الاخير اللي هيكون شرح ليه. بكده اكون خلصت شرح المفرش معاكم. انتظروا الجزء بتاع الاطار، وان شاء الله ينزل في اسرع وقت. ففي اخر الفيديو يا ريت ما تنسنيش باللايك والشير والسبسكرايب علشان تساعدي القناة على النشر، وتساعديني لو حابة ان انا اكمل في شغلي على القناة. اشوفكم في امان الله، واشوفكم في فيديو جديد. السلام عليكم.